تتوقع ايه من استخدام الدوتاسترايد الفموي؟ الفيديو ده هقول لك تتوقع ايه من استخدام الدوتاسترايد، وهقول لك على 10 نتائج للدوتاسترايد عشان فعلا تحكم على النتيجه بتاعته بتكون عامله ازاي. طبعا اللي ما يعرفش الدوتاسترايد هو واحد من احسن الادويه اللي بتعالج الصلع الوراثي، لانه بيواجه السبب الرئيسي لحدوث الصلع وهو هرمون الدي اتش تي، وهو يعتبر اقوى من الفينسترايد المصرح من الاف دي لعلاج الصلع الوراثي، لانه هو بيعمل بلوك او بيمنع النوعين من الانزيم الفايف الفا ريدكتيز، النوع الاول والنوع الثاني، فبالتالي بيقلل نسبه هرمون الدي اتش تي بصوره اعلى من الفينسترايد. الناس بقى لما تبتدي تستخدم دوتاسترايد او هما بيستخدموا دوتاسترايد فبينقسموا لثلاث اقسام. اول قسم اللي بيكون متوقع من الدواء نتيجه جباره بسبب الريزلتس او النتائج اللي هو شافها على الانترنت، فبيبقى متوقع ان في خلال 6 شهور شعره كله هيرجع، ودول يا اما فعلا بيلاقوا اللي هم عايزينه او ان هم بيتصدموا بارض الواقع ان هو النتيجه ما هياش زي ما هم كانوا متوقعين، على الرغم ان النتيجه ممكن تكون كويسه. تاني نوع من الناس اللي هم بعد ما بداوا يستخدموا الدوتاسترايد فلقوا مثلا مقالات على الانترنت ان هو واحد بقاله 6 شهور بيستخدم الدوتاسترايد ومش لاقي نتيجه، وفي ناس تقول لك ان هو ده زود له الصلع الوراثي ويبتدي ان هو يكتئب ويخش في مرحله ويبتدي يركز ويلاقي ان هو شعره فعلا بيخف فيبتدي ان هو يقلق. ثالث نوع اصلا اللي هو النوع اللي بقول ايه، هو شاف فيديو على النت واحد بيستخدم دوتاسترايد قام رايح شاريه من غير ما يشوف دكتور ولا يتابع ولا يعرف هو بيعمل ايه، وابتدى ياخده واصلا ولا هو صور نفسه قبل ولا بعد، فهو ما يقدرش يحكم على نتيجته هل هو في نتيجه بالايجاب ولا في نتيجه بس. طبعا في الموضوع ده او موضوع الاعتماد على النتائج على الانترنت انا شايف ان هو موضوع مضلل. ليه؟ انا مثلا ممكن اوريك نتيجه حد مثلا معايا استخدم دوتاسترايد في خلال 3 ل 6 شهور عمل نتيجه جباره. هل انت لما تشوف النتيجه دي هتقول انا ممكن احصل على نفس النتيجه دي في 3 6 شهور؟ لا. ليه؟ لان اولا في الغالب ما بيستخدمش دوتاسترايد لوحده، يعني غالبا الروتين بيكون مكثف، بيكون في حاجات كتير. تاني حاجه الاستجابه فرديه، في ناس بتستجيب للعلاجات احسن من ناس تانية. تالت حاجه مرحلتك في الصلع الوراثي، يعني انت مثلا ممكن تكون نروة 2 وبادئ، ممكن تكون نروة 4، ممكن تكون اصلا نروة 7 وبتعمل خطه علاجيه عشان مثلا بتخطط بعدين انك تعمل عمليه زراعه. غير كده حالتك الشخصيه بتفرق، يعني لو افترضنا جبنا شخصين نفس كثافه الشعر، نفس الصلع الوراثي، نفس العمر، نفس كل حاجه، بس واحد فيهم مثلا عنده نقص حديد وتغذيته وحشه وما بيروحش الجيم ومش مهتم بصحته وبيشرب سجاير، والشخص التاني عنده وعي بيحافظ على اكله بيعمل تحاليله بيروح الجيم بياكل اكل صحي والكلام ده كله، طبعا من غير اي نقاش الشخص التاني اللي هو اكله صحي وعنده صلع وراثي لو ابتدى يستخدم العلاجات هيلاقي نتيجه احسن من الشخص التاني المهمل. وبرضه خد في الاعتبار عامل مهم جدا وهو الكذب، مش كل حد تشوفه على الانترنت هو صادق 100%، في ناس بتكذب على الانترنت. في واحد مثلا يجي يقول لك انا بقالي سنه ولا سنتين بستخدمهم ومش لاقي اي نتيجه، هو في ارض الواقع في السنه سنتين دول ما استخدمهمش الا 3 4 مرات. والله العظيم ما بكذب عليك، انا فعلا شفت الناس دي قدامي، يقول لك انا بقالي 3 سنين بستخدم مثلا علاجات ومفيش اي نتيجه، هو فعلا اصلا ما بيستخدمهمش. ده غير الناس اللي هي اصلا بتكون ما عندهاش صلع وراثي، عندها مشكله تانية وتشخصه غلط، بس ما علينا من النقطه. بس في فعلا كذب كتير على الانترنت سواء في النتائج او حتى في الاعراض الجانبيه. كذب في النتائج هنا قصدي ان مثلا الصوره اللي قبل وبعد تكون مثلا متصوره بصوره مخادعه، يعني مثلا انا لو عايز ان انا ابيع لك حاجه فانا مثلا في الصوره اللي قبل بكل بساطه ممكن ان انا اقوم معلي الاضاءه وفي نفس الوقت اخلي الشعر مبلول واسرحه بطريقه معينه ان هي تبان الفراغات. حلو، انا ممكن حرفيا بعدها ب3 دقائق اطلع لك صوره افتر. ازاي؟ هقوم رايح مقلل الكونتراست واقلل الاضاءه البرايتنس في الصوره، وفي نفس الوقت هقوم رايح مصشور الشعر مثلا او مديله حاجه تديله فوليومايزنج زي مثلا السي سالت سبراي واسرحه بطريقه تداري الفراغات. ممكن تلاقي فرق السماء والارض في خلال 3 دقائق في الصوره دي. ففي نتائج مخادعه، فانت عشان تطمن او تتاكد ان النتيجه دي كويسه لازم أن تكون ظروف التصوير واحده، طول الشعر واحد، مفيش مونتاج في الصور، وفي نفس الوقت تكون في نفس الاضاءه. تعال بقى اوريك 10 نتائج للدوتاسترايد عشان تتحفز، والنتائج دي انا لقيتها على الانترنت. اول شخص دي النتيجه بتاعته وهو استخدم الدوتاسترايد بجرعه نص مللي جرام يعني كبسوله كل يوم لمده 14 شهر. تاني كيس فهي كانت ست استخدمت الدوتاسترايد بجرعه نص مللي جرام كل يوم مع جرعه يوميه من المينوكسيديل الفموي اللي هي 625 من 1000، والمده اللي عملت فيها ترانسفورميشن دي كانت حوالي 10 شهور. ثالث شخص فهو عمل النتيجه دي في 10 شهور من استخدام الدوتاسترايد نص مللي جرام حبايه في اليوم مع مينوكسيديل 5 مللي جرام يوميا. رابع شخص فهو عمل نتيجه جباره في 3 شهور ونص من وكان البروتوكول بتاعه نص مللي جرام دوتاسترايد مع 5 مللي جرام مينوكسيديل فموي يوميا. والشخص ده مثلا عمل النتيجه في خلال 6 شهور من استخدام الدوتاسترايد النص مللي جرام
وبعدها قلله ل3 مرات في الاسبوع، وكان بيستخدم مايكرو نيدلينج او ديرما رولر 1 ملم بصوره اسبوعيه. الشخص السادس فهو استمر سنتين او اكتر على الدوتاسترايد بجرعه نص مللي جرام كل يوم، وكان بيستخدم جرعه مينوكسيديل يوميه توتال 2.7 مللي جرام. كان هو بيستخدمها بصوره تحت اللسان، اللي هو عباره عن الجرعه الواحده بتكون 9 مللي جرام. الشخص السابع فهو عمل النتيجه دي من استخدام الدوتاسترايد بجرعه نص مللي جرام كل يوم مع استخدام المينوكسيديل الفموي بجرعه 2.5 مللي جرام يوميا. الشخص الثامن فهو عمل النتيجه دي في خلال 3 شهور ونص من استخدام الدوتاسترايد بجرعه كبسوله كل يوم مع استخدام المينوكسيديل الموضعي مرتين في اليوم. الشخص التاسع فهو فضل سنه بحالها على الدوتاسترايد بجرعه نص مللي جرام كل يوم و10 سنين من المينوكسيديل الموضعي، يعني هو كان ماشي على المينوكسيديل لمده 10 سنين وبعدها النتيجه بتاعته كانت ثابته. لما ضاف الدوتاسترايد سنه فهو تحول من كده لكده. الشخص العاشر فهو استخدم الدوتاسترايد بجرعه نص مللي جرام كل يوم لمده 8 شهور، واستخدم المينوكسيديل الفموي بجرعه 2.5 مللي جرام لمده 10 شهور، ودي كانت النتيجه القبل وبعد بتاعته. طبعا النتائج دي كلها انا جايبها من بلوج على الانترنت اسمها بيرفكت هير هيلث، بس انا لقيت ان النتائج كويسه وفعلا محكي فيها تجارب. يعني انت لو عايز التجربه الكامله لكل واحد فيهم فهتلاقيه هو كاتب زي ديسكريبشن كده بالحاجه اللي هو استخدمها، فانا حبيت بس مجرد ان انا انقلها لكم بهدف ان انا لقيتها منظمه وتحت بعضها. طب لو انت بقى عندك عقده الخواجه ومقتنع ان النتائج دي بس على الانترنت للناس الاجانب، خش عندي على الانستجرام فهتلاقي ان انا مثبت بوست للنتائج قبل وبعد باستخدام بروتوكولات مختلفه، وهتلاقي ان انا مثلا صممت للناس بروتوكولات قويه جدا وقدروا ان هم يرجعوا شعرهم او ان هم يحصلوا على نتيجه مرضيه. وعلى فكره في بعض النتائج دي كانت قديمه، دلوقتي النتائج بتاعتهم بقت احسن، بس انا ما عملتش ابديت ليها لسه. وغير كده فالناس المتابعين القدام عندي في القناه فهم بفيديوهات اليوتيوب فقط قدروا ان هم يرجعوا شعرهم، ودايما بيبعتوا لي الرسائل بتفرحني جدا. ولو انت عايز تعرف اكتر عن الدوتاسترايد وتستخدمه هو ولا الفينسترايد في الاول فهتلاقي كل ده موجود عندي على قناه اليوتيوب، ولو حابب استشاره او متابعه الكترونيه فهتلاقي اللينك في الديسكريبشن. وبس كده، واشوفكم في الفيديوهات الجايه.